السلام عليكم، مرحبا بكم في زينة سباتيس للطبخ والحلويات. في حلقتنا اليوم وعلى حساب طلب ديال المتتبعات غادي نخدم معكم بريوات باللوز اللي كيجيو معلكين ومقرمشين ومذاق رائع. تابعوا الفيديو حتى الاخر وفرجه ممتعه. هنا غادي نخدم معكم نص عجنه، غندير فيها نص كيلو ديال اللوز اللي غليته وفسختو وخديت منه 100 غرام، قليتها وطحنتها، والباقي طحنته مع 100 غرام ديال السكر، شويه المسكه حره وقبصه ديال الملحه، وغنزيد عليه نص معلقه كبيره ديال القرفه، ونخلط نخلط كلشي مزيان، يعني ندلك كلشي مزيان، وغنزيد عليه رشات ديال المزهر ونستمر في الخلط. غنزيد عليه معلقه كبيره ديال كونفيتير جاري، يعني كونفيتير ديال الحلوى، وغنزيد عليه نص معلقه كبيره ديال الزبده سبيسيال ضروري. صافي كنستمر في العجن، يعني كنعجنها مزيان على شكل عقده، كنبقى نرش مره بشويه ديال قطرات ديال المزهر. صافي بعد ما كملنا غادي نعبرو 7 غرام، يعني البريوات ديالنا خص يكون فيهم 7 غرام باش يجيو صغيورين وزوينين. انا درت لكم هنا نص عجنه، اللي بغات دير العجنه كامله دوبل المقادير. كنستمر حتى كنكمل الكميه كامله وكندوز نشكل البريوات. هنا كناخذ الورقه كنطويها على جوج وكنقطعها، كنعبر 4 سنتيمتر، وكنشرطها بموس باش نعلمها، ومن بعد كنبدا نقطع فيهم هاك على هذا الشكل. صافي حتى كنكمل، وكنعاود نقطعهم بالمقص حيت كيكونوا ما مقطعينش مزيان. كناخذ كل ورقه وكنحاول ندهنهم بالزيت حيت كتكون ناشفه ما كيدهنوهاش مزيان مال الورقه. ومن الاحسن ديروا الورقه ديال البخار حيت فاش كطيب كتجي كامله مقرمشه. صافي كنحط العقده ديالي، نحاولوا نسدوا القناه مزيان باش العقده ما يدخلش ليها الزيت، وما نزيروش بزاف باش ما تطرطقش لينا البريوه في القلي. هاد الكميه اللي خدمت معاكم خرجت ليا كيلو ونص. هنايا دهنتها بشويه ديال الدقيق والماء باش نلصقها. داكشي اللي كيبقى لينا كنقطعوه بالمقص باش كتجينا البريوه مفينيه. انا ما كنلصقش بالبيض باش ما تطلقش ليا الكشكوشه في الزيت فاش نبغي نقليها. بالنسبه للثمن انا كنخرجها ب 150 درهم للكيلو. هنا كنقليها في الزيت، يعني حتى كنسخن الزيت وكنبدا نقلي فيهم يجيو مذهبين، ما خصهاش تحمر بزاف. صافي وكنديرها في العسل، كنخليها تبات ليله كامله في العسل، والغد ليه كنسخن العسل اللي فيه البريوات باش حيت كيكون جامد على البريوات، خصنا نسخنوهم باش نصفيها، باش يعني نقطرها من العسل. صافي وكندير البريوات ديالنا في كويغطات وكنقدمها بالصحه والراحه، والى اللقاء.